الأغنياء ما بيشتغلوش عشان الفلوس. والكلام هنا مش معناه ان هم ما بيشتغلوش، الجملة دي معناها ان هم ما بيخلوش الفلوس تتحكم في قرارات. يعني باختصار هم مش بيروحوا الشغل عشان خاطر الفلوس، انما هم بيشتغلوا علشان خاطر خبرة جديدة او مهارة جديدة. ولو رجعنا لعنوان السلسلة بتاعتنا وهي كتاب الاب الغني والاب الفقير، هنلاقي ان الاب الغني قال اغلب الناس بتشتغل علشان حاجتين اتنين، اما الخوف أو الطمع. والمقصود بالخوف هنا الخوف من إنه هو يسيب الشغل أو الشغل يسيبه، والطمع اللي هو الرغبة أو الطمع في الحافز أو العلاوة أو زيادة في المرتب. والأشخاص اللي من النوع ده بيفضلوا محبوسين جوه نفسهم. العقلية الغنية بتدور على الفرصة اللي تزود بيها العلم اللي عندها أو المهارات. بيفكروا أتعلم إيه أو أكسب خبرة إزاي. باختصار هو بيدور على إزاي يزود قيمته قبل ما يزود دخله، لأن هو لو عرف يزود قيمته بالمهارات والعلم طبيعي جدا إن دخله هيزيد. الدرس المستفاد من الجزئية دي من كتاب الأب الغني والأب الفقير، واللي عايز أقولها في الفيديو ده، إنك أنت لو كنت من الأشخاص اللي بتشتغل عشان خاطر الفلوس يبقى عمرك ما هتبقى حر. استنوني في الفيديو اللي جاي. سلام.